نجاح احمد الجندي في ان هو ياخد ذهبية النهاردة في باريس 2024 ده نجاح عظيم. بس الاعظم منه هي الصورة دي، الصورة بتاعت 2012. هو انت كنت بتعمل ايه السنة اللي فاتت عشان النهاردة تكون فين؟ كنت بتعمل ايه يا احمد يا جندي من حوالي 13 سنة عشان النهاردة تبقى بتستحق المركز الأول في الخماسي الحديث اللي هي أصعب ألعاب أولمبية بصفة عامة؟ والدورة اللي فاتت كنت بتاخد فضية، يعني فضية الدورة اللي فاتت وذهبية الدورة دي. كنت بتعمل إيه؟ كنت قاعد في بيتكو نايم، قاعد مع أصحابك على قهوة، كنت مقضيها بقى خروجات ولعب وفسح وبتاع؟ لا ما كانش كده خالص. الراجل ده وقت ما كان لابس الميداليات الكتير دي كان عنده حوالي 13 14 سنة. برغم ان هو كمل طريق في الرياضة لكنه برضه اصبح مهندس، كمل طريقه في التعليم، يعني نجح وبقى مهندس وفي نفس الوقت ما سابش الرياضة اللي هو عايزها. هو ده الفرق دايما بين الناس اللي بتبقى عايزة تنجح، ما بتبقاش حاطة احتمالات تانية في دماغها، ما بتبقاش حاطة اولويات ملهاش لازمة في حياتها بتبديها على نجاحك. لما اجي اقعد مع حد يقول لي انا نفسي انجح، اقول له بتعمل ايه؟ عملت ايه النهارده؟ يعني معلش، الشهر اللي فات النجاح ده مش بيجي صدفه، ولا هيجي علشان خاطر انت تمنيته، ولا هيجي عشان خاطر انت مجرد انك انت حسيت بالظلم من المجتمع او انك انت خدت كام ريسك في الحياه. النجاح ده ما كنتش انت تفحر بايديك واسنانك ويبقى عندك امل طول الوقت حتى لو عدى سنه واتنين وتلاته انك هتلاقيه، يبقى انت ما تستحقوش. ده كل شهادات الناس اللي نجحت. بس انا جايب لك واحد احنا كلنا سامعين اسمه دلوقتي، والصورة اللي انت شايفها دي وشفتها دي لشخص هو نفس الشخص اللي بتكرم برضه النهارده. الشخص اللي ياما قابل تحديات وياما خد ريسكات وياما حصل له اصابات وياما اتضغط ضغوطات نفسية وياما عدى بفترة الثانوية العامة وبعدها والهندسة كل دي ريسكات بتتحكى بس سهل، لكن تعيشها ممكن تكون مستحيلة لبعض الناس لكنها عادية لناس تانية. الناس التانية دي مين؟ اللي حطت النجاح في دماغها عادي، اللي كان عندها التزام بحياتها وبالصحبة اللي مصاحباها وبالوقت اللي هي أصلا بتعرف تستثمره وبالوقت اللي كانت بتعرف توديه للرياضة والوقت اللي فاضي اللي بتعرف توديه للمذاكرة. من الناس اللي كانت عايزة تنجح. بس فكرة انك تكلمني عن انك عايز تحقق حاجة في حياتك وانت ما عندكش بلان للحاجة دي، صدقني ده مجرد حاجة في دماغك، زي الافكار اللي كل شوية تقعد تحطها لمشاريع في دماغك وما بتحققش منها اي حاجة، زي النجاحات اللي انت طول الوقت نفسك توصل لها وما تعبتش عشانها بربع جنيه. كل دي حاجات في دماغك انت بس، انت الوحيد اللي نفسك تحققها، ومن كتر زحمتها في دماغك وكل يوم بتضيف عليها افكار جديدة وما تحققهاش بتيجي بعد كام سنة تلاقي نفسك واقف مكانك ما اتحركتش. فلو في حد نجح في حاجة ما تسألوش انت نجحت ازاي، قول له انت عملت ايه من كام سنة عشان توصل هنا دلوقتي. اي حد نجح في اي حاجة صدقني هو يستحق ده 1,000,000%. انت بس اللي جيت في المشهد الاخير، انت اللي يمكن بصيت على اللقطة الاخيرة واستخسرت في نجاحه او استكترته عليه. لكن صدقني لو دورت في دفاتره القديمة هتعرف ان الراجل ده حرم نفسه من كل اللي انت كنت عايش فيه ومبسوط وكنت فاكره ايه. هو ده الطريق اللي هيوصلك لحاجة. مستحيل توصل لحاجة طول ما انت ماشي في طريق مش طريق النجاح. صباح الفل.